السلام عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا في امان الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنساوش تدخلوا قناتي، تابوناو، تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للوصفه ديال اليوم لعشاق الليمون الحامض، جيتكم بوصفه جديده هي بسبوسه بنكهه الليمون الحامض. كتجي صراحه يا سلام، مسقيه يا سلام، كتجي روعه. ما نطولش عليكم الفيديو، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بقاو معايا. عندي هنايا بالنسبة للمقادير عندي 3 البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، قشور ليمونة حامضة وحدة، قبصة ملح، ياغورت بنكهة الفانيليا، 2 معالق كبار ديال الكوك. هنايا الطاس ديال الياغورت الطبيعي الياغورت د الفاني عفوا، عبرت به الزيت، كاس كبير ديال عصير الحامض، وكاس لارب ديال السكر سنيده، 2 خمارات، 2 كيسان ونص ديال السميده الحرشه. هنايا غادي نقول لكم شحال خدات لي ديال السميده. هنايا في الريسيبيون عندي هنايا 3 البيضات غادي نديرهم، يكونوا درجه حراره المطبخ ضروري ومؤكد. هنايا غادي نزيد كاس لارب ديال السكر سنيده، كاس العنبه ورشه ملح حتى هي. نخلطو المكونات ديالنا بالضرب الكهربائي تضاعف الحجم ديالو، ومن بعد تلاقاو. بقاو معايا. هنا من بعد ما تضاعف الحجم الخليط ديالنا، زدت هنايا قشور ديال الليمون الحامض. هنايا نخلط، هنايا تدريجيا غادي نبدا نزيد الزيت شويه بشويه حتى نكمل الكميه الزيت كامله اللي عندي. وهنايا غادي ندير الياغورت بنكهه الفانيليا ونرجع نخلط. صافي هنايا من بعد ما تخلط لي تجانس الخليط ديالي، هنايا زدت كاس ديال عصير الليمون وغادي نخلطو واحد شويه، ومن بعد غادي نزيد الكوك، 2 معالق كبار ديال الكوك، نرجع نخلط. وهنايا غادي نزيدو السميده ديال الحرشه تدريجيا، ونبقى نخلط على 3 دفعات. غادي نزيدها ونبقى نخلط الكميه ديال السميده كامله. هنايا دخلت لي 2 كيسان بالضبط، دخلتهم لي ديال السميده د الحرشه. وزدت هنايا 2 خميرات الحلويات يكونوا مغربلين، ونخلطوا الخليط ديالنا كامل تيتجانسوا مكونات مع بعضياتهم. انايا كيف كتشوفوا خليت واحد 5 دقائق تشربت ديك السميده على ما شعلت الفران، راكم عارفين. وهنايا اللاطه ديالي هنايا دهنتها بالزيت اولا دهنوها بالزبده وترشوا عليها السميده ديال الحرشه. النصيحه ديالي هي انهم ان المول فين ما دهنوه دخلوه واحد 5 دقائق قبل الثلاجة باش تطلع لكم الكيكه ديالكم زوينه وما تدقش معاكم. انا غادي نخوي الخليط ديالي كامل في اللاطه ديالي في المول ديالي، ومن بعد ندخلو على عافيه تكون مهيله، يكون الفران مسخن قبل، العافيه تكون مهيله.
المدة ديال الطياب ديال البسبوسة تكون ما بين 40 دقيقة حتى ل45 دقيقة، هنايا كتعطل واحد شوية معانا البسبوسة، ماشي بحال لي كيك عاديين 30 دقيقة 35 دقيقة حتى الماكسيموم 40 دقيقة، هنايا لأ البسبوسة كتاخد شوية د الوقت في الطياب. بالنسبة الفران ديال الضو 180 درجة حتى هي نفس الطريقة 40 دقيقة حتى ل45 دقيقة الكيكة، تشوفوها تحمرات من التحت و طلعات ديروها تكون العافية من التحت عفوا و ديروها هي الفوق، تشوفوها تتحمرات و طلعات معاكم، ديك الساعة عاد هبطوها و خليوها تحمر من الفوق و من بعد نتلاقاو، بقاو معايا. هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما تحمرات لي البسبوسه كتجي واحد اللون يا سلام، واحد الرائحه ما نقولكمش عليها، نتمنى تجربوها. هنايا غادي نبيكي بالكوردون البسبوسه ديالي كامله باش نخوي عليها السيرو باش تشرب لي مزيان. بالنسبه للسيرو غادي نقول لكم شنو درت فيه كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، 2 كيسان ديال الماء يكونوا عاديين مضروبين، درتهم في كاسرولة وزدت معاهم قشور ديال الليمون الحامض و لي طرونش 2 لي طرونش ديال الليمون حتى هما درتهم فوق البوطة. ملي بدات كتغلي معايا كيغلي السيرو حسبت له 15 دقيقة، مور ما غلا حسبت له 15 دقيقة، ملي بدا يغلي حسبت له 15 دقيقة حتى ولا لي على هذا القوام هذا كيف كتشوفوا ثقيل واحد شويه. هنايا صفيت ديك لي طرونش ديال الحامض مع القشور وخليته هنايا يبرد. بالنسبه هنايا عندي البسبوسه سخونه والسيرو بارد او العكس صحيح، غادي نسقي البسبوسه ديالي كامله بديك السيرو تتشرب البسبوسه كامله بداك السيرو ومن بعد تلاقاو في الشكل النهائي، بقاو معايا. هنايا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالي، كتجي صراحه زوينه بزاف محمره وهشيشه رطبه ما كتجيش قاصحه. هنايا درت لها الكوك من الفوق زوقتها بالكوك ودرتها الديكور بحال هكا ديال الموس والفرشيطه. نقطع معكم واحد الطريف تشوفوها. يا سلام كتجي واحد الهش فيها ما كتجيش قاصحه، كتجي رطبه بزاف ما كتجيش مدقسه، كتجي هي هذيك. بالنسبه سميتو الفران ديالها كيجي هو هذاك، طياب في الفران ديالها كيجي هو هذاك. هانتوما كتجي مجعبه وخفيفه، غتشوفوها عن قرب. هانتوما كيف كتشوفوا ما شاء الله كتجي صراحه زوينه بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ما تنساوش تدخلوا القناه تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم والف مرحبا. ما نطولش عليكم الفيديو هنايا يطلع لكم الانستغرام ديالي، ما نطولش عليكم في لا فيديو، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.